قضية النهاردة قضية تعتبر واحدة من أكبر التحقيقات اللي حصلت في جرائم القتل في التاريخ الهولندي. جمعوا أكتر من 15,000 عينة حمض نووي واتحلت بعد 20 سنة. بدأت باختفاء نيكي فيرستابن اللي كان موجود في خيمته في المعسكر الصيفي التابع للمدرسة، وكان في المعسكر ده 12 من المشرفين أو قادة المعسكر و37 من أولاد المدرسة. آخر مرة اتشاف فيها نيكي كان موجود في خيمته اللي كان موجود فيها مع 4 من أولاد في سنه. صحى ولد من الأولاد دول كان الساعة 5 الصبح عشان يروح الحمام، فشافه يعني لاحظ ان هو كان موجود. بس ولد تاني صحى الساعة 6 لاحظ ان نيكي ما كانش موجود في فرشته يعني. طبعا افتكر ان هو راح الحمام فرجع ونام عادي يعني. لكن الساعة 8 لما جت هما نادوا عليهم عشان يفطروا، بلغ احد المشرفين ان هو نيكي ما رجعش من الساعة 6 الصبح اما صحى وما لقوهوش في الفرشة. فطبعا دوروا عليه فما لقوهوش، فاضطروا ان هم يبلغوا الاهل ان هم ابنهم مختفي. نيكي فيرستابن عنده 11 سنة، عايش مع أبوه وأمه وأخته الوحيدة، وكان عنده طبعا كلب. اتولد يوم 13 مارس سنة 1987. الأب بيتر والأم بيري، عايشين في بلد اسمها هاي بلوم في جنوب هولندا. هو كان متردد ان هو يروح المعسكر وكان عايز يفضل مع اخته يلعب. السنه اللي فاتت برضو كان عنده فرصه ان هو يروح المعسكر، بس هو كان متردد يروح وما راحش، وابوه وامه وقتها شجعوه ان هو ما يروحش. بس السنه دي امه قعدت تحمس فيه وتشجعه ان هو يروح وتقول له ان هو صاحبه المفضل رايح وهتقضوا وقته حلو وهتلعبوا فغير رايه وراح. المدرسة بتعمل المعسكر ده كل سنة أو كل صيف لأطفال من سن 8 سنين لسن 12 سنة. يوم السبت 8 أغسطس سنة 1998 نيكي ركب أتوبيس المدرسة مع 36 طفل وراحوا المعسكر. صاحبه المفضل المفروض كان هيطلع معاه غير رأيه في آخر لحظة وما راحش معاهم المعسكر. المدرسة بتعمل المعسكر ده كل سنة أو كل صيف لأطفال من سن 8 سنين لسن 12 سنة. يوم السبت 8 أغسطس سنة 1998 نيكي ركب أتوبيس المدرسة مع 36 طفل وراحوا المعسكر. صاحبه المفضل المفروض كان هيطلع معاه غير رأيه في آخر لحظة وما راحش معاهم المعسكر. المعسكر كان على بعد 45 دقيقة من البلد اللي هو عايش فيها اللي هي هاي بلوم. طبعا لما وصلوا وزعوا الأولاد على الخيم، وكان هو بيشترك مع 4 من أولاد في نفس عمره في نفس الخيمة. قضوا تاني يوم عادي وانبسط ولعب وزي ما مامته وعدته وكل شيء كان تمام. وعلى الساعة 10 بالليل راحوا كل واحد من الأولاد للمخيم بتاعه عشان يناموا، والمشرفين فضلوا صاحيين لغاية الساعة 12 بالليل. قعدوا حوالين المخيم وقعدوا ياكلوا ويشربوا، وبعد كده كل واحد فيهم راح المخيم بتاعه عشان ينام. تاني يوم اللي هو 10 أغسطس الاثنين اللي هو كان وقت ما اكتشفوا فيه ان هو كان مختفي. هم افتكروا اما كانوا بيدوروا عليه ان هو كان هرب من المعسكر عشان هو ما كانش عايز يروح المعسكر، فهم افتكروا ان هو هربان. بس لما الام والاب جم وراحوا المعسكر او الخيمة اللي كان نايم فيها اكتشفوا ان جزمته موجودة في المخيم، فاستحالة ان هو هيكون ماشي بمزاجه وسايب جزمته. قعدوا يدوروا عليه تاني بس ما لقوش، وعلى الظهر بلغوا البوليس ان هو كان مختفي. كان في متطوعين بيدوروا مع البوليس لان المكان اللي كان فيه المعسكر دي تعتبر غابة، فطبعا كبيرة فمحتاجة انفار كتير يدوروا. وما كان اعتقاد الشرطة ان هو خرج وتاه ومش عارف يرجع، فبيدوروا وما كانش فيه قلق ولا فكرة ان في حد ممكن اخده. وبس لما الوقت مر وفات تاني يوم وما لقوهوش، فطبعا استخدموا الكلاب واستخدموا الطائرات. بس على الساعة 9 بالليل تاني يوم كان تلات 11 أغسطس، عم نيكي كان موجود طبعا من ضمن فرقة المتطوعين اللي بيدوروا على نيكي. اكتشف ان في حاجة مرمية تحت شجرة الصنوبر، طبعا كان جسد نيكي. اما بصوا عليه لقوه ان هو كان من فوق كان عريان،
بس كان لابس بنطلون البيجامة ولابس القطعة الداخلية. لاحظوا ان بنطلون البيجامة كان لابسه بالعكس، يعني الخياطة كان لبره، وكان لابس الظهر قدام والقدام ورا. لاحظوا كمان ان رجليه كانت نظيفة على الرغم ان كان موجود في مكان كله طينة واراضي زراعية، والمكان اللي لقوه فيه كان على بعد بس اقل من ميل من مكان المعسكر. طبعا هم شاكين ان هو تم الاعتداء عليه، وخصوصا ان هو كان موجود في مكان قريب من موقف السيارات تقريبا 30 دقيقة. المكان ده معروف بتجمع اشباه الرجال اللي بيفعلوا افعال انتوا فاهمينها، لان موقف السيارات ده يعتبر مكان مهجور ما فيهوش حركة كتير، نادرا ما بيبقى فيه ناس يعني. اما راحوا موقف السيارات ده لقوا شوية ادلة جمعوها، اعتبروها مكان قريب من مسرح الجريمة، وممكن يكون أدلة الموجودة دي ترتبط بالجريمة. من ضمنهم كان عقب سجارة ومنديل، وكان عليه حمض نووي. النتيجة الطب الشرعي طلعت بعد شهرين، اتبين ان هو تم تخديره. واعتقد انا هو ما تذكرش ان هو تم تخديره وهو في المعسكر، ان ازاي طلع من المعسكر من غير ما يعمل صوت ولا حد يحس بيه. بس ازاي المجرم دخل المعسكر وخدره، ده كله ده استنتاج، ما قالوش تم التخدير امتى الوقت يعني. كان عليه طبعا آثار اعتداء زي ما توقعوا الشرطة في الأول، وكان في جرح في راسه، بس ما كانش الجرح عميق إن هو ممكن يؤدي للوفاة. الطب الشرعي ما قدروش يحددوا سبب الوفاة، ولقوا على البيجامة بتاعته حمض نووي. وعلى الرغم إن هو تم تشريحه مرتين، لكن برضه ما توصلوش لسبب الوفاة. تم الجنازة كانت يوم 15 أغسطس. طبعا الشرطة سألت المشرفين والمنازل اللي جنب المعسكر إذا كانوا في شافوا حاجة ولا سمعوا حاجة، بس طبعا ما فيش حد عنده معلومات. المنديل اللي لقوه في موقف السيارات أما الطب الشرعي حلله، لقوا إن الحمض النووي اللي عليه ملهوش علاقة بالجريمة بتاعت نيكي، لأنه ملهوش نيكي الحمض النووي موجود على المنديل. فكده اكتشفوا إن هي ملهاش علاقة بجريمة قتل نيكي. أول قاعدة بيانات للحمض النووي اتنشأت سنة 1997، يعني سنة واحدة بس قبل مقتل نيكي، فطبعا ما كانتش بالتطور الموجود عليه دلوقتي، وكان فيها تعقيدات وروتينات عشان يوصلوا لنتيجة الحمض النووي. يعني الشرطة عشان تعرف نتيجة الحمض النووي لازم يروحوا للمدعي العام ويطلقوا يعملوا طلب ويسلمهم من نتيجة الحمض النووي، لأنه في وقتها ما ينفعش حد يستلم النتيجة غير المدعي العام. فطبعا ده بطأ من إجراءات الحل القضية. الشرطة بدأت تاخد عينات للحمض النووي من 40 راجل، من ضمنهم قادة المعسكر، وكان في معسكر جنبيهم برضو أخدوا منهم، والرجالة اللي ساكنين حوالين المعسكر برضو. بس ما حصلش تطابق ما بينها وبين العينة أو الحمض النووي اللي كان موجود على بيجامة نيكي. لقوا في شعر موجود في شنطة عربية أحد المشرفين الموجودين في المعسكر الخاص بنيكي، وكان الشعر ده يشبه شعر نيكي، بس لما حللوه ما طلعش هو شعر نيكي. طلعوا قائمة من مرتكبي جرائم الاعتداء، وكان من ضمنهم واحد كان موجود في المعسكر اسمه جوس بارتون، عنده 80 سنة، هو مؤسس المعسكر وكمان كان المدير السابق لمدرسة نيكي. في فترة الخمسينات اتهم بالاعتداء على عيال، وان هو اتسجن لمدة 3 شهور، يعني اتهم بالاعتداء واتسجن 3 شهور. متخيلين جريمة اعتداء على صغار في السن واتهم لمدة 3 شهور او اتسجن لمدة 3 شهور، واللي يغيظ اكتر واللي يفقع اكتر قضى 3 شهور طلع رجع لوظيفته، يعني ما اتحرمش ان هو يمارس وظيفته كمدير لمدرسة صغيرين. تخيلوا انتوا معايا. طبعا ده كان على قائمة المشتبه بيهم، يعني هو شايفينه هو المجرم يعني. فبالتحقيق معاه قال لهم انا فعلا كنت موجود في المعسكر وصحيت الساعة 5 الصبح، نظفت الخيمة بتاعتي وبعدين رحت طمنت على الولد كان حرق ايديه
وبعد كده اضطريت انزل البلد اللي هو هاي بلوم عشان يحضر جنازة صديقه، وهناك سمع بحكاية اختفاء نيكي، فاضطر يرجع تاني المعسكر وانضم للمتطوعين اللي هو يدوروا عليه. وكان هو رئيس مجموعة اللي هم بيدوروا يعني، وكان هو اللي بيرشدهم على مكان المتوقع يكون فيه نيكي. واكتشفوا الشرطة ان هو كان بيدلهم على المكان اللي كان موجود فيه نيكي، يعني لما قال لهم يعني دوروا في الحتة دي، الحتة دي كانت هي اللي بعد كده اكتشفوا فيها جسد نيكي. فده بيزود قناعاتهم ان هو المجرم وان هو بيدلهم على مكان الجسد. وكمان كانوا في التحقيق معاه قعد يقول لهم على فكرة في مكان اللي هو موقف السيارات ده في ناس مجرمين بيتجمعوا هناك، يعني المفروض ايه تفكروا ان انتوا تدوروا فيه. يعني كل اللي هم بيفكروا فيه الشرطة الأماكن اللي هي محتمل يكون فيها المجرم واللي هي عمل الجريمة بتاعته هم بيدلهم عليه. فده بيزود قناعاتهم ان هو فعلا المجرم. وكمان كان في واحدة كان عندها 15 سنة راحت الشرطة بتبلغ عن حاجة حصلت لها. قالت لهم ان انا في اوائل نفس السنة اللي هي سنة 98 كان برضو كانت موجودة في المعسكر الصيفي اللي تبع المدرسة، وكان فيها برضو الشخص ده اللي هو جوز بارتون. وهي حست بعيا فهو اداها منوم او مخدر، هي بتقول مخدر بتاع الكبار. وما فاقت لقت هدومها متفشكلة مش زي ما كانت لابساها، وبعد كده حست بألم تحت بطنها. فبس الشرطة ما خدتش بكلامها، يعني ما قالتش ان هو ما ضمتهوش للتحقيقات يعني تبع قضية نيكي، على اساس ان هي ما بلغتش في وقتها. ولان الشرطة مقتنعين تماما ان هو المجرم بس ما فيش دليل عليه، فطبعا ما اتسجنش، بس عرضوا مكافأة 250 ألف جلدر للي يدلي بأي أدلة تدين جوز بيرتون. لما الوقت مر وما حصلش تطور في القضية، الأب والأم طبعا كانوا قلقانين، فاضطروا يلجأوا للإعلام، وراحوا لمراسل جرائم تلفزيوني معروف اسمه بيتر ديفرس. وافق على مساعدتهم وعمل برنامج مخصص لجمع تبرعات، وزود المكافأة للضعف. طبعا تبرعات كانت من رجال أعمال. في سنة 1999 عملوا أول فيلم وثائقي عن قتل نيكي. الفيلم ده كان كله هجوم على ازاي واحد اتهم بجريمة اعتداء وتشغلوه مع الأولاد، يعني فين المنطق في الموضوع. الأب بعد كده اضطر إن هو يقدم شكوى للملكة هولندا في وقتها، الملكة بياتريكس. قدم لها شكوى لأن حاسس إن التحقيقات بتمشي ببطء شديد، وإن هما لسه ما وصلوش لقاتل ابنهم. فطبعا ده كان مثل ضغط على الشرطة. الأب والأم يعني ما سابوش مكان إلا ما التجأوا له عشان يسرع ويوصلوا لقاتل ابنهم يعني. تخيلوا الألم النفسي، الأم اللي حاسة بيه لمدة 20 سنة بتقول إن هي بتصحى كل يوم من النوم على صوت ابنها بينادي عليها. ممكن يكون ده بيصحيها عشان تجيب له حقه، الله أعلم. ومن الأماكن برضو اللي التجأوا لها الأب والأم ما لقوش الوقت بيمر وما فيش تطور في القضية ولا وصلوا لقاتل ابنهم، في 2019 قدموا رسالة لوزير العدل يطلبوا منهم الحق والعدل، وإن هم يسرعوا في الإجراءات، وإن هم يمثلوا ضغط على الشرطة عشان يوصلوا لقاتل ابنهم. وبسبب جهود الأب والأم إن هم ما سابوش مكان إلا ما التجأوا إليه، في سنة 2001 فتحوا القضية من جديد لأنها كانت باردة، بس استلموها محققين تانيين غير المحققين الأولين. فاشتغلوا على القضية من الأول أكنها قضية جديدة، ومش كملوا بعد ما النتائج اللي توصلوها للفريق الأولاني، لا اعتبروها قضية جديدة وبدأوا يتحققوا فيها من أول وجديد. وبتحقيقاتهم اكتشفوا في أخطاء حصلت من المحققين الأولانيين. أول حاجة إن هم اعتبروا المكان ما وجدوا فيه جسد نيكي إنه ده مسرح الجريمة، مع إنه ده مش المسرح الجريمة، لأنه واضح قوي إن هو اتشال واتحط في المكان ده، فده خطأ منهم. تاني حاجة ان هم ما دوروش في مكان المعسكر ان هو ده المكان اخر مكان ان هم اتشاف فيه، فممكن يكون فيه دليل ممكن يعثروا عليه هناك. تالت حاجة اكتشفوا ان في دم على البيجامة بتاعته،
طبعا المحققين الاولين ما اكتشفوش الدم ده وما تحللش. رابع حاجة، ركزوا تحقيقاتهم واشتباهاتهم في شخص واحد اللي هو جوز بارتون، مع ان كان في معسكر جنبيهم وكان فيها واحد برضو مجرم او كان مش مسجون في قضية اعتداء، وبرضه كان بيشتغل مشرف على الأولاد الصغيرة. يا المهزلة يعني، لا تعليق. بس الشخص ده أو المتهم ده كان مات سنة 1999 وما كانش فيه دليل إدانة ضده، وما كانش الحمض النووي يتطابق مع الحمض النووي اللي موجود كان على بيجامة نيكي. في واحد تاني برضه مجرم، الحتة دي شكلها كلها مجرمين يعني، برضه مسجلين في قضية اعتداء، كان اسمه ويم. برضه كان مرتكب الجرائم الاعتداء، وكان عايش في بلد قريب من المعسكر اللي كان موجود فيه نيكي، وفي شهود شافوه يوم 10 أغسطس في عربيته كان في مكان قريب من المعسكر، وتم استجوابه كذا مرة على مدار سنين كتير، وكانوا بيعرضوه على الشهود، وكل مرة واحد يجي يشوفه ويقول أنا شفته في المكان ده في الوقت ده وكان قريب من المعسكر. بس طبعا ما فيش دليل إدانة عليه ولا الحمض النووي يتطابق معاه على الحمض النووي الخاص بيه مع الموجود على بيجامة نيكي، فما تمش اتهامه. وفي عام 2007 مات، كان عن عمر 64 سنة. في واحد تاني قاتل متسلسل ألماني مارتن ني، برضو عنده تاريخ اعتداء وقتل، وان هو معروف ان هو بيصطاد الضحايا بتاعته من المعسكرات ومن الملجأ الأولاد، ولأن المعسكر ده كان موجود على حدود الألمانية أو كان قريب من الحدود الألمانية، وإن هو معروف القاتل ده إن هو عمل كذا جريمة في هولندا، فكان مشتبه فيه. بس لما اتقبض عليه في سنة 2001 هو أنكر إن هو قتل نيكي، اتقبض عليه عشان الجرائم اللي قبل كده يعني. في عام 2003 توفى وهو المشتبه اللي كانوا في الأول مشتبه فيه، اللي هو مدير المدرسة السابق اللي هو جوز بارتون. بس طبعا استخرجوا جثمانه وقارنوا الحمض النووي بالحمض النووي الموجود على بيجامة نيكي وما طلعش هو. في سنة 2004 بيتر المذيع طلب من الشرطة ان هم يعيدوا فحص الدم اللي كان موجود على بيجامة نيكي، لان هم ما فحصوه في الاول لقوا ان هو الدم ده يخص النيكي. فبعد كده ما تطور الحمض النووي طلب بيتر المذيع ان هو يعيدوا فحص الدم يمكن يلاقوا حاجة. في سنة 2005 في واحد حط رسالة على شاهد قبر نيكي وقال فيها ان هو القاتل. قدروا يوصلوا له، طلع ان هو مريض نفسي وحب يعمل بروباجندا يعني او يثير الانتباه حواليه يعني، فحجزوه لمدة اسبوعين عشان عمل تخريب في شاهد قبر نيكي. في سنة 2008 عادوا اختبار الحمض النووي الموجود على بيجامة نيكي واكتشفوا ان هو الراجل، يعني اتأكدوا ان هو الراجل يعني. فبدأوا يجمعوا برضو أحماض نووية من 80 راجل كان موجودين في المدينة يعني. هم طلبوا من 114 راجل بس اتقدم لهم 80 راجل. فبيتر المذيع طلع في البرنامج بتاعه وقال لهم يا جماعة لو انتوا خايفين من حاجة، يعني لو انتوا بمعنى أصح لو انتوا عاملين جرائم تانية ما تخافوش، احنا هنستعمل الحمض النووي بس في قضية نيكي، مش هنستعمله في قضايا تانية. فواضح ان هم في ناس يعني من ال 114 اللي هم الفرق ما بين 80 و 114 المتبقيين يعني كانوا عاملين جرائم، شوفوا قد ايه بقى احسبوها، وخايفين ان هم ينفضح امرهم يعني. فهم طمنهم ان احنا بس هنستعملها بس في قضية نيكي، فراحوا تقدموا طواعية وقدموا الحمض النووي بتاعهم. تحس ان البلد كلهم مجرمين يعني، ما اعرفش يعني، حاجة غريبة يعني. في أوائل سنة 2012 اتحولت قضية نيكي لمحققين متخصصين لحل القضايا الباردة. الفريق الجديد طلبوا من 15,000 راجل يقدموا الحمض النووي بتاعهم، وده عشان كان في حمض الأنساب طلع وكانوا عايزين يعملوا مقارنة بين القرايب وبين المجرم عشان يعملوا تحرير قرابة. ساعتها كان في حمض الأنساب طلعت، يعني لو كان في تشابه ما بين العينة وبين المجرم أو عينة الحمض النووي الموجودة على بيجامة نيكي كده هيعرف إن هم وصلوا للقريب المجرم، فهيبقى سهل عليهم إن هم يوصلوا للمجرم.
فبلغوا المواطنين عن طريق البريد ان هم يتقدموا طواعية عشان يقدموا الحمض النووي بتاعهم. فتقريبا كلهم تقدموا الا واحد بس، كان اسمه جوز بريتش. لما راحوا له البيت عشان يسألوه ان هو ليه ما جاش، فاكتشفوا ان قرايبه قالوا لهم ان هو سافر في فرنسا في سنة 2012، وان هو لسه ما رجعش. فبقى هم اتحروا عنه، لقوا ان هو وقت ما اتقتل نيكي كان عنده 35 سنة، وكان عايش مع امه في بلد قريبة من مكان المعسكر اللي كان موجود فيه نيكي، وكان على بعد 8 اميال بس. فاخدوا عينات من القرايب الموجودين في البيت، وبدأوا تحرياتهم عن جوز بريتش. اكتشفوا ان هو كان شغال رئيس كشافة، وان هو كان متورط في قضية اعتداء برضو سنة 85، بس ما اتهمش فيها، واسمه ما كانش موجود من سجل المتهمين لانه ما اتهمش فيها وما تسجلش اسمه من ضمن المجرمين. على الرغم القضية او وقت الجريمة دي او وقت القضية ديت ان هو اعترف جوز بريتش ان هو متورط في القضية دي، لكن هم ما اعتبروش اعترافه ده دليل إدانة ضده. معرفش، حاجة غريبة يعني. هل هو اعترف وبعدين تراجع؟ لأنه ما فيش منطق إن واحد يعترف وما ياخدوهاش كدليل إدانة. وبيقولوا القانون الهولندي إن هو المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولازم يبقى فيه دليل إدانة على المجرم عشان يتهم بالجريمة. معرفش بقى هل هو غير اعترافه ولا هم ما اعتبروش اعترافه ده دليل إدانة، وقالوا له مثلا انه روح يا ابني جيب لنا دليل إدانة ضدك عشان ناخد القضية دي ضدك وتتهم فيها. مش فاهمة، دي مش مفهومة بالنسبة لي. وبالتحري اكتشفوا ان في شرطي شافه في مكان الحادثة او مكان الجريمة. كان يوم الثلاث 11 أغسطس بعد نص الليل، يعني كان 10 أغسطس صباحية 11 أغسطس، يعني كان بعد ساعات ما هم اكتشفوا الجسد. الشرطي شافه كان راكب على عجلته وكان في قريب من المكان المعسكر، فسأله انت بتعمل ايه هنا؟ قالوا انا كنت بسلم جوابات لأعضاء الكشافة بعد نص الليل. قال له عشان الصبح كان حر جدا فما قدرتش اقدم او اسلم الجوابات. هما بيقولوا في اليوم ده بالذات كان الجو حر جدا، فصدقوا يعني، وما اعتبرش ان هو بيكذب، يعني ان هو فعلا الجو كان حر. طلعت بقى نتيجة عينات الحمض النووي اللي اخدوها من قرايبه، طلع في تطابق مع عينة اللي كانت موجودة على بيجامة نيكي. فراحوا لقرايبه عشان ياخدوا اي حاجة من متعلقات جوز بريتش عشان يطلعوا منها الحمض النووي، وقارنوه بين الحمض النووي الموجود على بيجامة نيكي. طلع في تطابق 100% مع عينة الموجودة على بيجامة نيكي. كده عرفوا ان هو ده المجرم. كان ساعتها عنده 8 قصدي 55 سنة. بما انه كان رئيس كشافة سابق، فعنده خبرة كبيرة ازاي يتهرب من اي حد ممكن يتتبعه. ما كانش بيستعمل تليفونه، ما كانش بيستعمل كروت البنك، كان عايش على جبال، بيتنقل من بلد لبلد. يعني عنده وعاية ومهارة ازاي يهرب من البوليس. فاضطروا البوليس في أغسطس 2018 إن يعملوا مؤتمر صحفي ويطلبوا إن هم الناس تساعدهم في الوصول إلى المجرم ده، وقالوا على اسمه ونشروا صورته وكل حاجة. لحسن الحظ كان في واحد هولندي عايش في أسبانيا اتعرف عليه واتصل بالشرطة وقال دلهم على المكان اللي هو شافه فيه. كان عامل خيمة في الجبل. اتقبض عليه في 26 أغسطس 2018 وترحل لهولندا في 6 سبتمبر، كان في أسبانيا. أول جلسات المحاكمة كانت في 2018، اتهم بالخطف والاعتداء والقتل غير العمد، وده لأن الطب الشرعي ما قدرش يوصلوا سبب الوفاة. حب يراوغ ويقول ان هو ما لهوش علاقة وان هو ما قتلش ولا عمل اي حاجة، وان هو كان شافه بالصدفة وقت ما كان ماشي وشاف حاجة مرمية تحت الشجرة فراح بص عليها من باب الفضول وحط ايده على النبض بتاعه عشان يشوف اذا كان عايش ولا ميت، وده السبب انه موجود الحمض النووي بتاعه عليه يعني. لما سألوه طب الحمض النووي الموجود على القطعة الداخلية بتاعته ايه سببها، ما عندوش طبعا تفسير لكده.
اتحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة بتهمة القتل غير العمد والاختطاف والاعتداء. كان في سنة 28 يناير سنة 2022. 16 سنة يا بلاش. أنا مش عارفة المشرفين دول رايحين يقضوا وقت ظريف ولا رايحين يحرسوا العيال ويهتموا بيهم. يعني لو في وردية بتحرس العيال وناس يناموا بالنهار وناس تصحى بالليل ويخلي بالهم ويحرسوا العيال، ما كانش حد قرب من الولا وحصل اللي حصل. ولا الشرطة اللي بتعين أو بتخلي الناس المجرمين يشتغلوا في مجالهم قريب من العيال. ايه المنطق في الموضوع؟ يعني ما فيش ناس بتشتغل، ولا انتوا بتدوهم فرصة ان هم يقاوموا رغباتهم، ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهمة. ايه رأيكم في كمية الاستفزازات؟ واشوفكم على خير في قضية اخرى. سلام.